بعد 14 ساعة صيام الاكل عامل اجتماع طارئ. يا جماعه انا التمر من غيري مفيش دخول لاي حد، لازم ادخل الاول وبعدين يجي الباقي. يا جماعة وانا الشرب ادخل الاول ادفي المعدة وهي تستقبل بقى الاكل، فبلاش زحمة ودخلوا واحد واحد. انا بقى البروتين اكتر حاجه مهمه، من غير بروتين هتجعوا بعد ساعه وترجعوا تاكلوا تاني وهتاكلوا كنافه والقطايف كلها. اما انا بقى السلطه مليانه خضار والياف، بديلك الفيتامينات اللي انت محتاجها وسعراتي قليله جدا، حاول تملى بطنك بيا قبل ما تاكل نشويات. اما انا بقى الرز اللي مليان نشويات وسعرات وبدا طاقه، بس خلي بالك السعرات لو كترت منا وزنك هينفجر. وانا البطاطس المقليه في الزيت مقرمشه وعجبك وممكن اخليك تنسى نفسك وانت بتاكل من حلاوه طعمي، فخلي بالك انا مليان سعرات كتيره توديك السما. انا بقى قمر الدين نجم رمضان، لوني مشمشي جميل زي انتوا شايفين بس مغرى ومليان سكر كتير، اشرب كوبايه واحده وبعد الاكل بساعتين. انا الكنافه الملكه هنا، ملكه حلويات رمضان اللي كل الناس بتحبني، القطعه مني تعمل سعرات كتيره، حاول تمسك نفسك قدام حلاوتي وما تكلش مني كتير. انا بقى الزبادي، محدش فيكم فاكرني كالعاده، مع اني مليان كالسيوم وبروتين وبروق على معدتكم لما تلبسوها ويجي لكم انتفاخ. اكل وحش في كميه وحشه، ابدا بتمر وشوربه، نص طبقك خضار، بروتين قد كف ايدك، نشويات قد قبض ايدك، والحلويات قطع صغيره علشان الاكل ما يعملش انتفاخ جوه بطنك وتزيد في رمضان كتير. مفيش أكل وحش. المشكلة مش في الأكل، المشكلة في قرارك. أنت رئيس مجلس إدارة نفسك.